السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي الأوفياء في فيديو جديد. ولكن اليوم ما هديش نشارك معكم شي وصفة، ولكني هادي نشارك معكم هذا المنتوج اللي داير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. فين ما دخلت في الفيسبوك، في اليوتيوب، كنشوف بزاف ديال الناس استعملوا هذا المنتوج اوني القاضي على الدهون. فحتى انا قلت علاش لا، ما نخرجش من الجماعه وحتى انا نشاركو. وقبل ما جربته وقلت نشاركو معكم هكذا ونستافدوا كنا من الفعاليه ديال هذا المنتوج. فهذا المنتوج راه هو داك رخيص، تيدير فقط 15 درهم. بالنسبه لهاد العلبه راه فيها كيلوغرام ب 15 درهم، يعني راه في متناول الجميع، متعدد الاستعمالات. تقدروا تستعملوه في البوطاغاز، تقدروا تستعملوه في هكا المقيلات، في البراد، هكذا في لافابو، يعني متعدد الاستعمالات. يعني راه ما غاديش ينفعكم غير في الكوزينه، غادي ينفعكم هكذا حتى في الحمام واللافابو. راه هو داك تيخرجهم رائعين. كما كتشوفوا انا عندي هنا هاد الصينيات ديال الفران. كما كتشوفوا راه واخا تنحكم ضروري من داك الدهون اللي كتبقى مترسبه هكذا في الظهر ديالهم، راه كنبقاو نحكو نعاودو شي مرات راه كيتشرطوا وكيضيعوا لنا كذلك هاد المعنات ديالنا كيوليو بحال مخربشين. عندي كذلك هاد الصينيه حتى هي شوفوا كي دايره بالدهون. ان شاء الله غادي نشاركها معكم. وما غاديش نساو شوفوا هاد المقيله، يعني راه هي ديك حالتها خليتها هكذا باش نجربها معكم. فهاد المنتوج كما كتشوفوا راه اللون ديالو تيكون ازرق. كذلك فاش كتجيو تطبقوا على هكذا الاواني ديالكم راه كتحسوا بالملمس ديالو، راه تيكون حرش، يعني ماشي بحال هذاك المعجون اللي كنغسلوا به الاواني، هذا راه تيكون حرش شويه. كناخذوا هكذا واحد الكميه تندهنوها من على الاواني ديالنا، غير هكذا وحنا تندهنوها وحنا اكيد تنحسوا وتيبدا يبان لنا ان داك الاوساخ راه هي ديك دغيا كطلع. يعني كما كتشوفوا راه بحرة دهنتها وراه بدا تيبان ليا انها بدات كتخرج. كما كتشوفوا يعني راه ما مسرعاش الفيديو، مخليه الفيديو على طبيعته باش نشوفوا كاملين النتيجه. صافي غادي ندهنها جيدا بواحد الكميه اللي تتكون مهمه، وغادي نولي ندهنها حتى من الوسط. فضروري هاد الاواني ضروري ما ان كناخذوا بعض المرات فيهم المجهود اللي تيكون بزاف وتنبقاو نحكوهم ونعاودو حتى تيطيبوا لنا يدينا وما كنبقاوش نحسوا بالصبيعات ديالنا. فعلاش لا كانوا بحال هاد المنتوجات عندهم هاد الفعاليه نستعملوهم مره ما فيها باس. هكذا نوفروا حتى حنا شويه ديال الجهد وشويه ديال الطاقه، لان كما كتعرفوا ان الكوزينه كتاخذ منا بزاف ديال الوقت. بعد حطيت على واحد الجانب، خديت هنايا هاد الطبسيل حتى هو اللي غادي ندهنو جيدا. كما كتشوفوا راه كندهن غير بيديا، ما كنستعملش هكذا الحلفه ديال الجيكس اولا شي حاجه، راه كندهن غير باليدين ديالي، لانه راه ما تياخذش معكم المجهود. يعني كدهنوا غير هاد البرودوي كتحطوه كتسناو عليه، هما عاطين في التعليمات اللي على المنتوج قال لك انكم تنتظروا عليه فقط 2 ديال الدقائق كيبدا يعطي الفعاليه ديالو. ومن غير نتوما كدهنوا هكا الاواني ديالكم كيبدا يبان لكم ان داك الاوساخ راه هي ديك بدات كتطلع يعني مباشره. هذا المنتوج راه غزال البنات، نتمنى انكم كاملين تجربوه. عندي لكم واحد النصيحه نسيت ما درت لكمش على النصائح. اول حاجه فاش نبغيو نستعملوا هذا المنتوج بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من امراض الضيقه او الربو او الحساسيه، كنصحكم انكم تستعملوا الماسك، ديروا الماسك اولا الكمامه، عاد تستعملوا هذا المنتوج وتستعملوه في واحد المكان اللي يكون مهوي بحال دابا في السطاح اولا في البالكو اولا حدا السرجم. ضروري من المكان اللي يكون مهوي، لان الرائحه ديال هذا المنتوج راه هي ديك الرائحه اللي قويه ومجهده. ما نستعملوش هكا مباشره باليدين ديالنا، ضروري ما خصنا نديروا القفازات اولا الليغات نستعملوهم ضروري. هانتوما كتشوفوا النتيجه، يعني راه هي ديك بدات كتبان واخا بلا ما نحكهم. ضروري البنات تستعملوا القفازات، يعني ما نستعملوهمش باليدين ديالنا لان هذا المنتوج مجهد هكذا يمشي يضيع لنا البشره ديالنا وكذلك يضيع لنا اليدين ديالنا.
انا راه عندي هاد الليكات هادو قدامين، حسيت انا بان المنتوج راه وصل ليا اليدين ديالي من الداخل او الجهد ديالو. فهادي نسالي معكم هاد الصينيه ان شاء الله، وغادي نبدل هاد الليكات وغادي ندير واحد اخرين اللي هما جدادين هاد المنتوج باش نحكهم معكم. غادي ندهن كذلك الظهر. الطريقه راه هي ديك ساهله وبسيطه، يعني هاد الاواني راه في اقل من 10 ديال الدقائق غادي نكون ساليتهم ان شاء الله، وغادي يكونوا خرجوا تيشعلوا والنتيجه اللي هي مرضيه والنتيجه اللي مبهره. فضروري هاد المنتوجات راه في الاول فاش يكونوا عاد خرجوا جداد كتكون عندهم واحد الفعاليه اللي هي كبيره، من بعد شويه راه كتقل الفعاليه ديالهم، وما عرفتش علاش الصراحه، لان اي منتوج كيفاش يكون عاد ظهر او لا عاد خرج تكون عنده واحد الفعاليه اللي هي قويه وسريعه. صافي من بعد ما غادي ننسى انني دهنت هاد الاواني ديالي، غادي ندوز نحكم مباشره غير بهذاك الجيكس الرطب، غير بالجيكس الرطب غادي ندوز عليهم دغيا دغيا، وغادي ندوزو باش غادي نشوفوا ان شاء الله النتيجه فاش غادي نبداو نحكوهم. من بعد ما دهنتهم غادي نولي نحطهم بهذا الشكل، وغادي نبقى تندوز عليهم كما قلت لكم غير بهذا الجيكس اللي تيكون رطب، كندوز عليهم تدويزه اللي هي خفيفه. شتي يعني راه ما تناخدش واحد الجهد اولا كندير واحد ليفور اللي هو كبير. هانتوما كتشوفوا النتيجه راه هي ديك كتكون واحد النتيجه اللي رائعه، والصراحه الله انا انبهرت بالنتيجه وعجبني الحال بزاف، لانني ما خديتش واحد المجهود، فعكس المجهود اللي تنعطي الى هاد الاواني فاش كنستعمل عليهم غير الصابون البلدي او الخلطات التقليديه. شوفوا البنات، شفتوا يعني هما دوك تعطي واحد اللمعه اللي هي رائعه. حتى هاد الجنيبه تشوفوا الكميه ديال الدهون اللي عليها، نتمنى ان يكون واضح لكم الفيديو وكتشوفوا وكيبان لكم جيدا في الكاميرا، يعني راه واحد النتيجه اللي رائعه. بشوفوا حتى هاد الجوانب اللي تيكونوا هكذا فيهم هاد الترسبات ديال الدهون، يعني شوفوا بحر تندوز وتنرجع تيتحيدوا، يعني دغيا بواحد السرعه اللي هي دغيا دغيا. يعني الا بقات ضروري شي بليصه انكم توليو تحكوها ماشي مشكل. نوريكم على الجهه الاخرى. كما كتشوفوا انا ندوزت اليد ديالي فقط، انا ديتها وليت رديتها، راه كيتحايد بالسرعه وبالزربه، يعني ماشي واحد المجهود اللي هو كبير. حتى انا راه ما كنسرعش معكم الفيديو باش تعرفوا بلا راه ما كنديرش واحد المجهود اللي هو كبير او لا واحد الحكان اللي هو متعب. صراحه راه هذا المنتوج رائع، يعني اقتصادي غير مكلف، ما تياخدش معنا بزاف ديال الوقت، كذلك تيعطينا واحد اللمعه اللي هي رائعه الاواني ديالنا. كما كتشوفوا غادي ندوز هنايا باش غادي نحك هاد الصينيه الكبيره من الوسط، وغادي نغسل الاواني ديالي وغادي ندوز عليهم هكذا شويه بالمعجون الاواني اللي كنغسلوا به الواني العادي، وان شاء الله وغادي ندوزو باش غادي نشوفوا النتيجه النهائيه كاملين، اللي كنت فرحانه بزاف بزاف من النتيجه ديال هذا المنتوج. نتمنى انكم جميعا البنات كلكم انكم تجربوه، لانه فعال وفعال بواحد الطريقه اللي هي خطيره جدا. كما كتشوفوا الا حلتوا على هاد المقيله في الاول ديال الفيديو كي كانت، شوفوا ما شاء الله كي خرجت بحالها جديده. هنايا مازال لي واحد شويه في هاد الجنيبات حتى نولي ان شاء الله ندهنها وهكا ونخليها ترتاح واحد شويه على واحد 5 ديال الدقائق ونولي نعاود نحكها. هذا كذلك هاد الصينيه ديال الفران ديال الاينوكس، شوفوا كي خرجت بحال حاجه جديده. كما كتشوفوا النتيجه راه هي ديك رائعه، الاواني تيوليو بحال عاد خديتوهم جدادين. نصيحه الا كنتو غادي تستعملوه في البراد فمن الافضل انكم تستعملوه غير من الخارج، من الداخل من الافضل انكم ما ديروهش هكذا، لان كتعرفوا ان البراد كنطيبوا فيه اتاي
وهاد بحال هاد المنتوجات كتكون فيهم شي واحد المواد اللي هي كيماويه. النصيحه الثانيه هي ان هاد المنتوج نستعملو فقط على الاواني ديال الإينوكس، فتفاداوها البنات تماما على الاواني ديال الالومنيوم. تفاداوه، ما تستعملوش على الاواني ديال الالومنيوم، راه غادي يضيع لكم اللوين الاواني عفوا ديالكم، وغادي يرد لكم فيهم هاد ليطاج بحال هكذا الكحوليه. على الإينوكس راه فعال جدا، يعني اي حاجه ديال الإينوكس استعملوها فيه بوجهكم احمر. اما الالومنيوم تفادوها تماما. فكنتمنى ان شاء الله انه فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كذلك ما تبخلوش عليا اخواتي بواحد اللايك، اكيد اللي تيشوف القناه ديالي لاول مره تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. تشكركم على متابعه الفيديو، وكنتمنى لكم عواشر مبروكه بجميع المتمنيات بالصحه والسلامه، وان شاء الله الى فيديو لاحق.